النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن أمثل ما تداويتم به الحجامة، في صحيح البخاري. ومن أراد الحجامة فليتحرى 17 أو 19 أو 21، ولا يتبيغ بأحدكم الدم فيقتله. تبيغ الدم زيادة حجم الدم. ما الذي يحصل؟ حينما يزداد حجم الدم في الأوعية يتعب القلب، فالحجامة إنقاص لهذا الدم. تبيغ الدم يعني ارتفاع الضغط أو ارتفاع التوتر الشرياني، وهذا القاتل الصامت. ارتفاع الضغط يسبب أحيانا شلل وفقد بصر وأزمات لا يعلمها إلا الله. وضغط الدم الآن من ضغط الهم، في ضغط هم يسبب ضغط دم. الحالة النفسية لها علاقة بضغط الدم. ما كان أحد يشتكي إلى النبي الكريم وجعا في رأسه إلا قال: اذهب فاحتجم. الحجامة فيها أحاديث كثيرة، وفيها استطباب من شقيقة الرأس، وفيها استطباب من ارتفاع التوتر الشرياني، وفيها استطباب من توقف معامل الدم في نقل العظام عن عملها، وهذا مرض مميت. والحجامة من السنة. ويجب أن أقول لكم توجيهات النبي الصحية لا علاقة لها إطلاقا بثقافة العصر، ولا باجتهاد النبي، ولا بخبرة النبي، ولا بمعطيات البيئة. توجيهات النبي الصحية إن هي إلا وحي يوحى.